السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي الشريف، ينعاد عليكم دايما يا رب بالصحة وبالخير وبالسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض بقى حلاوة المولد الحمصية والسودانية زي ما انتم شايفين كده في البيت، بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية. هتتكلف مننا حوالي كوباية من السكر، وطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهتطلع مننا الكمية دي كلها من ربع كيلو من كل حاجة. بس اتمنى بقى تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. يعني اتمنى تحطوا اللايك دلوقتي وتعلقوا على الفيديو عشان ده اللي بيرفع الفيديو بعد اذنكم. شايفين الكميه دي كلها طلعت من ربع كيلو من كل حاجه، ما شاء الله كميه وفيره كويسه وكمان القطع كبيره. يلا بينا نشوف طريقه التحضير والمقادير. هنا هيكون معانا صينيه حاطه فيها حبه ميه وفاتحه في عليها كيس زي ما انتم شايفين كده، ودهنا الكيس ده زيت، ودهنا الاسباتيولا زيت، والمعلقه والسكينه والفراده دهنا كل ده زيت. محضره الحاجه دي كلها علشان الموضوع بيبقى عايز سرعه في الاخر، فلازم الزيت علشان يسهل عنا الموضوع. هيكون عندي ربع كيلو من السوداني متنقي، وطبعا يكون متحمص من عند الراجل ومعمول منه القشر خالص، مشال منه القشر. والربع كوبايه من وربع قصدي كيلو من السوداني ده بيعادل كوبايه ونص زي ما انتوا شايفين كده. والسوداني لازم يكون يعني متفرط نصاص كده زي ما انتوا شايفين. طبعا متنقي من اي حبايه سمراء او اي حبايه مبقعه، ويبقى بالشكل ده. هنحضر معانا بقى السكر بتاعنا، هنحط نص كوبايه من السكر، وهيكون عليها ربع كوبايه من الميه، نحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الحراف كده. وهيكون عندنا كمان معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز متوفر عند اي عطار او اي مستلزمات حلواني بيتباع عنده، ممكن تلاقيها في السوبر ماركت والهايبرات دلوقتي وفي كل حتة بيبقى متوفر، وبيبقى سعره مش غالي، يعني سعره بيبقى في امكانية الشراء لكل حد يعني. يبقى ربع كيلو سوداني هياخد نص كوباية من السكر ومعلقة من عسل الجلوكوز وربع كوبايه من الميه. السوداني طبعا انا قلبته في طاسه تانية، وطبعا لازم يكون على نار هاديه جدا جنبي، ولازم ايدي فيه على طول لانه لازم يبقى سخن اما اجي احطه على السكر. اما يقعد السكر معايا لازم احط عليه السوداني، لازم يكون سخن. هنا السكر قوامه تقل معايا، يكون جنبي بقى طبق فيه ميه من الحنفيه او حطها في التلاجة. اختبر بقى فيها السكر بتاعي، طبعا زي ما انتوا شايفين لسه خالص السكر لسه خالص، لانه يعني حتى ما عملش السوفت بول، لا ده عمل كوره بس، يعني ايه لسه خالص يعني. هنا بقى بصوا دي السوفت بول اللي بقول عليها، ورد حبيت اوريها لكم في الاضاءه. دي برضو لسه يعني دي لسه السكر لسه بقى كده. هنا بقى انا لازم القوام بتاع السكر بتاعي، دي بقى لسه يعني ايه، دي بقى خلاص كده القوام كده كويس، لان اختبرتها لقيتها بتتكسر معايا كده. لازم اخد حبه من السكر واجربه كده، الاقيها بتتكسر معايا كده، خلاص القوام كده كويس. هحط بقى حبه فانيليا زي ما انتوا شايفين كده، السوداني لازم يتحط له فانيليا. وهقلب القوام، بس طبعا في الوقت ده انا اكون لازم موطيه النار جدا، يعني موطيه النار جدا جدا جدا. وهحط عليهم بقى برضو ربع معلقه صغيره من الكربوناتو، وطبعا اكون موطيه النار برضو. الكربوناتو بتساعد على هشاشة الحلويات، وتبقى سهلة الأكل والكسر معاكي. كده تمام، كده القوام اهوت. ولازم كمان بتعرفي القوام اما الرغاوي بتحمر معاكي، اما الرغاوي بتحمر معاكي تبداي ان انت تختبريه عشان تشوفي الكوره بتاعتك بتتكسر ولا لا، زي ما احنا شفنا كده. حطيت بقى الكميه بتاعت السوداني بتاعتي في العسل بتاعي، وبعدين هبدا ان انا اقلبها كلها لغايه ما تشرب العسل كله. طبعا لازم تكوني دهنه برضو ال- المعلقه بتاعتك دي برضو بالزيت. اي حاجه بتستخدميها لازم تكون دهنها بالزيت عشان يسهل معاكي النزول من الطاسه والكلام ده كله. هقلب كويس. انا يعني ما كنتش بقلب كويس لان انا كان التليفون في ايدي، يعني كنت بصور بايد وبقلب بايد. هنا بقى معايا طبعا احنا لازم نكون محضرين كل حاجه، محضرين الصينيه بتاعتي، وزي ما قلت لكم كده في اول الفيديو هنزل بقى الخليط السوداني كله، وهبدا ان انا اوزعه كده بسرعه، يعني اوزع السوداني بسرعه. طبعا لقيته خرج بره الكيس، فحاولت ان انا الم الكيس كده شويه، الم السوداني كده شويه
وارجعه تاني عشان اعرف ان انا ايه اظبطه يعني. وزي ما قلت لكم الموضوع ده بيبقى عايز سرعه، وعايز لان برضه كمان الخليط ده بيبقى سخن قوي، فما تجيبيش ايدك عليه دلوقتي، لازم تتعاملي ب... بمعلقه خشب او اي معلقه تكون مدهونه زيت زي ما انت شايفه كده. وابدا ان انا اسوي بقى في الخليط زي ما انتم شايفين كده. هحط الكيس بتاعي واسوي في الخليط. هبطط بقى عليه كده زي ما انتم شايفين بالمعلقه، وكمان اساوي بقى ايه بالفراده بقى في الاخر. هساوي كويس. الفراده برضو مدهونه بالزيت، لازم تكون كل حاجه بتستخدميها مدهونه بالزيت عشان يسهل عليكي ال ال التعامل يعني. ما شاء الله شايفين. هبدا ان انا اقطع بقى بعد ما سويت، وافرد واقطع بقى بالسكينه برضو بسرعه، علشان لو جمدت منك مش هتعرفي تقطعيها. هنا بيبقى سهل عليكي ان انتي تقطعيها كده بالشكل ده لان لسه سخنه. هقطع كده. ما شاء الله عملت معايا قطع كبيره. طبعا هي دلوقتي حرارتها هدت شويه، فهبدا ان انا ايه اظبطها بايدي كده اخلي شكلها كويس. هبدا ان انا اخدهم كلهم كده واخلي اظبط شكلها واخليها كلها شكل واحد وسمك واحد، بضغطه من ايدي كده بس هتتظبط معايا على طول. شايفين. هنا بقى هنعمل الحمصية. الحمص برضو هيبقى ربع كيلو، هيكون بمقدار كوباية ونص من الحمص. الحمص طبعا بيبقى جاي متحمص، اللي هو اللي في الكيس ده بيبقى متحمص، وطبعا بيكون بيبقى يعني احسن من اللي جاي سايب، لانك انت بتحتاجيش تنقيه، وفي نفس الوقت بيبقى انصاص كده من بعضه، متبقاش الحباية على بعضها. فده احسن حاجة واسلم حال انت تجيبي الايه اللي سايب دوت. وطبعا ما يكونش فيه الحمص اللي هو الجامد دوت، تشيليه منه لو لقيتيه تشيليه منه. هنحطه برضو نفس الكلام، هنحطه على النار، لازم تكون تحتيه نار برضو هادية جدا عشان يفضل سخن. هو كده كده متحمص معانا، بس برضو لازم تكون ايدي فيه على طول جنب ما انا شغالة في السكر بتاعنا. السكر برضو عبارة عن نص كوباية من السكر، وربع كوباية من المية، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هنا بقى مع الحمص هحط ماء زهر او ماء ورد، ما بتحبيهاش مثلا ممكن تحطي فانيليا براحتك، بس طبعا الحمصية دايما بنربطها بماء الورد. هنا برضو اختبرنا السكر ولقينا برضو حطينا منه مع نقطة كده صغيرة في المية الساقعة او المية من الحنفية، ولقينا كورة بتتكسر معانا زي الازاز كده. خلاص نشتغل بقى ونحط معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة، اسفة ربع معلقة صغيرة من الكربوناتو او البيكنج صودا، هنحطها على السكر بتاعنا، ويكون عندنا برضو سرعة في الموضوع ده. هحط بقى الايه الحمص بتاعي في السكر، واقلب برضو بسرعة على النار، وهو النار تحت الطاسة بتكون شمعة، لان انا عايزة الخليط سخن. بس هنا بقى يعني معلش الموبايل عملها معايا وما صورليش بقى وانا بقطع الحمص او انا بسويه او كده، فعلشان كده الموبايل يعني ما كانش فيه مساحة فوقف مني يعني. هقلب بقى الخليط كله كده. هنا برضو نفس الصينية هكون محضراها بقى بنفس الحاجة بدهنة الزيت بكله، هنحضرها كده ونحط الحمص ونوزعه زي ما احنا وزعنا السوداني بالظبط وزي ما قطعناه. شايفين ما شاء الله طعمها تحفة وهشة وانتي بتقطميها كده وجميلة. ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، والولاد كانوا فرحانين بيها جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا انا كمان عملت الكميات الصغيرة ديت، لان طبعا انتي لازم كمان غير اللي انتي بتعمليه بتشتري، عشان في ناس بتبقى فاتحة بيوتها في الموسم دوت من الشغل في الحاجات ديت. فلازم برضو بنشتري برضو من بره عشان ننفع الناس ديت، حتى لو بنعمل كميات في بيتنا كتير او قليلة.
بس لازم ان احنا كمان بنشتري من بره، عشان في بيوت بتتفتح في المواسم اللي زي دي كده. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس، وتحطوا تعليق عشان الفيديو يترفع. وما تنسوش اللايك لو سمحت، وتجربوا الوصفة ان شاء الله بإذن الله، ويبقى الوصفة بإذن الله كويسة ليكم، وجربوها وبالهنا والشفا يا رب على قلبكم. ومعلومة برضو انا كنت عملتها قبل المرة ديت وباظت مني، ف يعني ايه باظت مني لسبب يعني كده، فعملتها تاني، فتحديت نفسي وعملتها تاني يعني. وممكن بقى تلفي كل واحدة في ستريتش راب من عندك، او اكياس بتبقى مخصصة كده صغيرة، او ممكن تحطيهم في علبة زي ما انا حطاهم كده، لان هما حبة صغيرين يعني مش كتير، كبيرة يعني. فكمية صغيرة انا عملتها دي حطيتها في علبة كده محكمة الغلق يعني، وما شاء الله بتاخدي منها والاولاد بياكلوا منها وكأنك لسه عاملاها يعني، ما بتستطرش ولا حاجة يعني.